التحريض على طرد وزير الخارجية المغربي عطاف يزعج القمة العربية في البحرين ويفاجأ بنتيجة رفض إلى جنده المغربية. حاول النظام المغربي تمرير أجنده مشبوهة في اجتماع الوزراء العرب في المنامة بالبحرين قبل أن يوقفها أحمد عطاف. هي صخرة للدبلوماسية الجزائرية، وهذا اللقاء للتحضير الذي يسبق القمة العربية على مستوى الرؤساء والملوك والسلاطين. والمهرج القاضي ناصر لوريتا دفع بجدول إعمال الصحراء الغربية خلال اجتماع الوزراء العرب أمام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ولا يمنعه ذلك نفسه. قبل أن يزعم الإعلام المغربي أن الجزائر هي التي حاولت إقحام مسألة الصحراء الغربية على مستوى القمة العربية، كما ادعى في فيديو سابق أن الجزائر كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي قبل المغرب بنظامها الإعلامي والذباب أصبحت موضع سخرية واسعة. ورفض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف المحطة الخاصة بالصحراء الغربية بسبب محاولات بوريته العديدة والمتكررة لإقناع الوزراء العرب بجدوله بثها خلال اجتماع التهم. لكن الدبلوماسية الجزائرية تفسد دائما مخطط المستودع المغربي الذي لن يجرؤ على برمجتها ما دامت الجزائر في الدوري. وفي السياق نفسه توجه أحمد عطاف سريعا إلى سلطنة عمان في مهمة رئاسية عاجلة ألقى خلالها رسالة شخصية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى شقيقه سلطان عمان، قبل أن تشير بعض المصادر إلى أن زيارة أحمد عطاف تتعلق بقضايا ثنائية وإقليمية مهمة بين البلدين، والتي تتجه نحو بناء شراكة قوية لن تكون في صالحها لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويرى مراقبون أن الجزائر على رأس حرك عربي غير مسبوق ضد الأنظمة العربية العميلة للكيان الصهيوني، مشددين على أن السلطات الجزائرية تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وخطوره درجة تواطؤ الرؤساء العرب وعقد الملوك اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وخاصة مع النظامين الوظيفيين في المغرب والأمارات.